السلام عليكم، أنا نسمة أمين. فيديو النهاردة بيتكلم عن كتير مننا. بنرمي حاجات في البيت زي أزايز وبطرمانات وما بنعرفش نستغلها في ايه، وبنروح نشتري قطعة ديكور غالية جدا بتكلفنا آلافات من الجنيهات، في حين ان احنا ممكن نعملها في البيت ما تكلفناش 50 جنيه، ونعمل إعادة تدوير للحاجات اللي عندنا دي، وهتبقى قطعة ديكور هايلة. تابعوني لحد آخر الفيديو وهتشوفوا احنا هنعمل ايه بشوية البطرمانات اللي عندنا دي والاطباق، وهنعمل بيها حاجة حلوة جدا. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في قناتي وتدعموني. ومعاكم نسمة أمين، ويلا بينا نبتدي. احنا محتاجين ازازة عصير، وعلبة برطمان صلصة، وعلبة جبنة بريزيدون اللي هي الازاز، ورش دوكو ده ب15 جنيه، وشوية شمع. والاسترس ده احنا بنجيبه من عند مستلزمات الحلويات ب15 جنيه المتر. اختاري اللون اللي يعجبك. والطبق البلاستيك الاصفر اللي احنا شايفينه ده طبق اكل وخلاص بطلت استخدمه. واي طبق عندك، صينيه عندك، اي حاجه عندك تحطي عليها تبقى حامل. صينيه قديمه، طبق قديم، حته خشبه، اي حاجه. احنا دلوقتي هنغطي الطبق، هندهنه. مش لازم ندهنه 100%، 100% حلو، لان احنا كده كده هنحط عليه حاجات مش هيبان. دلوقتي كمان انا بقطع الاستراس قدامكم، وهبتدي اعمل بيه الازازه دي. ازازه عصير، هعمل اطار حوالين ازازه العصير، هلزقها بالشمع. وخدوا بالكم الشمع بيبقى سخن جدا. طبعا مش محتاجه اقول لكم ان انتوا وذوقكم تعملوا الحاجه على ذوقكم، وتختاروا الحاجات اللي موجوده عندكم في البيت. انا اخترت ده علشان خاطر ده هيليق مع ديكور بيتي. دلوقتي هرجع تاني اعمل نفس الاطار بس فوق، بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. شكله رايق جدا. دلوقتي جبت بقى الاستراس الابيض وقطعته شرايح علشان خاطر احطه ما بين الشريطين اللي انا عملتهم. زي ما احنا شايفين كده انا بلزقه وبحطه. وهكرر نفس العملية دي تاني، بس هعملها بشريط رفيع جدا من الاستراس الفضي. هقص بس زيادة الاول. يعني عملت كل شريط تخين ابيض هحط قصاده شريط رفيع استراس، وهكرر العملية ديت لحد ما اخلص الازازة كلها، احوط الازازة كلها. بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اتحولت لفازة شكلها جميل جدا وشيك ورقيقة. احنا لسه مخلصناهاش، احنا لسه بس هنغطي الحروف بتاعتها مطرح اللزق علشان خاطر ما يبانش في المكان ده. هنحوط كده عليه، انا حوطته من فوق، هحوط من تحت عشان خاطر مطرح القص واللزق ما يبانش، عشان تبقى شكلها شيك وجميلة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده في منتهى الشياكة. لسه بقى هنعمل كمان اطار لفوق بالمنظر ده. وكده خلصت عندنا، بقى شكلها شيك جدا. دلوقتي الطبق عندنا بعد ما سيبناه نشف هبتدي احوطه برضو بالاستراس. خدوا بالكم لازم ينشف كويس، وبرضو زي ما قلت لكم مش لازم يبقى مدهون 100%، لان احنا كده كده هنغطيه بحاجات مش هيبان. بس احنا عشان هو لونه اصفر مش هينفع طبعا. انتوا ممكن تغطوه باي حاجة تانية، مش لازم تغطوه بدهان. ممكن بورق ستيكر، ممكن بورق حيطة، بواقي ورق حيطة عندكم، ممكن بقطعة قماش شكلها شيك، ممكن بأي لون عندكم. مهم ان هو بس نغطي لونه. ومش لازم طبق، ممكن زي ما قلت لكم قطعة كرتون، ممكن صينية قديمة، ممكن طبق قديم، ممكن قطعة خشب قديمة، ممكن علبة كرتون قديمة. المهم في الاخر الهدف ان احنا نعمل قطعة ديكور تبقى شكلها حلو جدا ونستغل الحاجة اللي عندنا في البيت. دلوقتي انا بلزق الاستراس زي ما انتوا شايفين كده عليه، وهبتدي احوط الاستراس في كله، ولازم الزقه كويس جدا وتتاكدوا انه لزق كويس جدا. دلوقتي هحوط كل الاطار بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هرجع اعمل له ابروز الاطار ده بالاستراس الفضي. الاستراس ده موجود منه الوان كتير، موجود منه الفضي الدرجه دي وفضي درجه تانية. المتر ب15. انا عايزه اقول لكم ان انا ما استخدمتش نص متر في كل الحاجات اللي هنستخدمها النهارده. نص متر من ده ونص متر من ده، يعني تقريبا متر من كله. يعني عملت حوالي 15 جنيه. والرش ما استخدمتش منه رشتين على بعض.
دلوقتي هجيب البطرمان الازاز وهعمل الغطا بتاعه، هبتدي برضو ارشه، برضو مش لازم الرش يبقى ممتاز 100%، احنا بس عشان نغطي اللون بتاعه. وبعد ما سبته نشف لزقته بالشمع، لزقت قطعة الاستراس بالشمع، وهبتدي اقصها كويس دايرة على الغطا من فوق. بس لزقت لها الاول قطعة، كان عندي لوليهاية، اي حاجة عندكم، زرار عندكم، اي حاجة احطوها بالمنظر ده. بعد كده هرجع احوط الحرف باستراس تاني زي ما انتوا شايفين كده، بقى شكلها شيك جدا. ما بين بقى لما قصيت فوق وما بين الحرف اللي في النص ده هحط له استراس فضي عشان نداري برضو اللزق، ونداري ان في فرق ما بين القص هنا وفوق وتحت، ويبقى شكله جميل. زي ما انتوا شايفين كده. وكمان هداري اللزق اللي عند اللولي اللي لزقنا بيه اللولي، وهاخد قطعة صغيرة جدا زي فص واحد بس ألزقه عليها من فوق، على اللوليهاية من فوق. بقى عندنا غطا في منتهى الشياكة زي ما انتوا شايفين كده، شيك جدا. دلوقتي بقى هنزوق الإزازة نفسها، وده جبت منها استرس بقى الابيض، قطعته مربعات كبيره ومربعات صغيره، وجبت من الاسترس الفضي قطعته مربعات اصغر، بحيث ان انا اعمل اشكال كتير، من اعملها زي سمبوكسات كده، اشكال كتير، كبير مع صغير، هتبقى شكلها حلو. وممكن تدهنوا الازازه، بس انا حبيت احساس ان الازازه تبقى شفافه خالص، لان انا عايزه احط جواها حاجات. ممكن نعملها بونبونيره. انا هحط جواها رسائل، والرسائل دي هكتب فيها اهداف احققها في اليوم دوت، وهحطها في كورنر حلو انا بحبه في البيت. والكورنر ده انا بحب اقعد فيه علشان خاطر افتح كل يوم اقرا هدف من الاهداف، او مثلا كلام حلو، ايات من القرآن حلوة، بحيث ان انا لما اقراها الصبح احس ان يومي اقوم مبسوطة واقوم اتحرك. ممكن احط هدف ان انا اخلص حاجة في اليوم دوت، افتح واشوف ايه هو اللي هخلصه واقراه واقوم اعمله، هتبقى لطيفة جدا. وممكن تحطي كمان مع الأهداف دي بونبوني تشوكلت، ممكن تخلوها بس بونبونيرة لوحدها، هتبقى حلوة جدا. شايفين منظرها بقى جميل جدا وشيك جدا من حاجة بسيطة قوي عندنا. تعالوا بقى نعمل الشمع. ده الشمع القديم اللي عندي، هكسره وهبتدي احطه في حلة على النار، حاجة قديمة ما بنستخدمهاش، او لو بتستخدميها مفيش مشكلة بعدها تغسليها. وبعد كده اخدت الشمع اللي في النص بعد ما سيحته وحطيت له نقطة زيت عطري، وحطيت فيه الفتيل، ومسكته كويس لحد ما نشف. وبعد كده نضفت الازازة كويس، او دلوقتي قدامنا بعد ما نشفت حوضته بالاستراس، عملت الاستراس الابيض عريض، وبعد كده هعمل الاستراس الفضي رفيع عشان نعمل ما بينهم كونتراست. وهرجع اعمل تاني واحد رفيع خالص فوق، ارفع شوية عشان يبقى فيه مقاسات مختلفة فتدي شكل حلو. الزيت العطري ممكن تحطي اي زيت، الزيت بيتباع ب10 جنيه عند العطار. اختاري اي لون، اي ريحة تعجبك، وهتحطي نقطتين بس مع الشمع وانتي بتسيحيه، وده شمع بواقي عندنا. انا كده خلصتها، شكلها جميل جدا وريحتها كمان طلعت حلوة جدا. انا حطيت زيت ورد. دلوقتي بقى هحط دي اقلام عندي، وطبعا دي فيها ميزة رهيبة، الاقلام الوردة دي تمشي وردة وتمشي قلم، وفي نفس الوقت الولاد مش هيعرفوا انها اقلام، فمش هيستخدموها بدل الاقلام اللي بتضيع في البيت. ودي علشان خاطر انا بحب اقرا كتير، فبحب احط الكتاب، هحط الكتاب في الكورنر اللي انا قلت لكم عليه، وهقرا واستخدم القلم، وفي منه في نفس الوقت فازة ديكور، والورد ديكور. والورد ده انا جبته من عند المكتبة، بيباع اشكال كتير. وده شوية فوم ملون حطيته،
ودي الرسائل اللي قلت لكم عليها. عملت لنفسي اهداف وكتبت لنفسي رسائل حلوه وايات من القران، افتحها الصبح واقراها وانا بشرب النسكافيه بتاعي، او اقرا كتاب. وبصوا المنظر دوت، ممكن تحطي فيها بونبوني، وممكن تعملي كل ده وتديه هديه لحد، يعني تعملي حاجه زي كده وتديها هديه لحد. وده الكورنر اللي انا بحب اقعد فيه. حطيت فيه دلوقتي الصينيه بعد ما خلصت، هرص عليه الفازه، وهرص عليه البطرمان اللي انا قلت لكم عليه، ده اسمه بطرمان السعاده او هابينس جار زي ما بيقولوا. حطي بقى جواه البونبون اللي بتحبيه، اعملي لنفسك ديكور ليكي، واعملي لنفسك كورنر حلو انت بتحبيه. وده شويه زلط على شويه ازاز مكسر، شويه قواقع واصداف كانت عندي، اللي عندك بقى حطيه. وده الكتاب عشان بحب اقرا الصبح. وبعدين بقى هفتح دلوقتي الجار، هاخد منه رسالة، اقرا الرسالة بتاعت النهاردة، الهدف اللي هعمله النهاردة. وبعد كده هقرا شوية في الكتاب وانا بشرب النسكافيه، وهعلم طبعا على حاجات انا بحب اعمل هايلايت على حاجات معينة. وبقى عندي احلى كورنر، هسميه كورنر السعادة. الصبح وبالليل، بالليل هفتح الشمعة وهقعد في الجو الرومانسي ده. الريحة حلوة جدا. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم واستغلتوا حاجة من عندكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله مع إعادة تدوير جديدة وفيديوهات جديدة.